تعد قصة نبي الله أيوب عليه السلام العنوان الأبرز في تاريخ البشرية للصبر وحسن الظن بالله. هي قصة ملهمة توضح كيف يمكن للإنسان أن يفقد كل شيء مادي، لكنه يظل غنيا بإيمانه. إليك تفاصيل قصته المذكورة في القرآن الكريم والتراث الإسلامي. 1. حياة النعيم والرخاء. كان أيوب عليه السلام يسكن في بلاد الشام، منطقة حوران، وقد أنعم الله عليه بشتى أنواع النعم. المال، كان يملك الأراضي الشاسعة والمواشي الكثيرة والذهب والفضة. الأهل، رزقه الله بذرية صالحة من البنين والبنات. الصحة، كان يتمتع بجسد قوي ومعافى. الرسالة، كان نبيا يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد. 2. بداية الابتلاء الكبير. أراد الله أن يجعل من أيوب أسوة للصابرين، فبدأت سلسلة من الابتلاءات المتتالية التي استمرت سنوات طويلة، قيل 18 سنة. فقدان المال، هلكت مواشيه واحترقت زروعه حتى لم يبق له شيء. فقدان الأبناء، مات جميع أولاده في وقت قصير. فقدان الصحة، ابتلي بمرض شديد في جسده أقعده عن الحركة، ولم يبق منه عضو سليم إلا قلبه ولسانه اللذين كان يذكر الله بهما. 3. موقف الزوجة الوفية. تخلى الناس عن أيوب خوفا من العدوى أو تشاؤما من حاله، ولم يبق معه إلا زوجته الصابرة، كانت تخدمه وتعمل في بيوت الناس لتطعمه، حتى باعت ضفائر شعرها لتشتري له طعاما عندما ضاق بها الحال، وهي تضرب أروع الأمثال في الوفاء. 4. قمة الأدب في الدعاء. رغم كل هذا الألم لم يتذمر أيوب، وعندما اشتد عليه الحال لم يقل يا رب شفني بصيغة الأمر، بل قال جملته الشهيرة التي خلدها القرآن: أني مسني الضر وأنت أرحم